أهلا فيكم مرة ثانية وفيديو جديد. هذا الفيديو سيكون عن ريتنج مسلسلات يوم أمس السبت. كالعادة طبعا تمعر جميع المسلسلات في ميعادها، نفس المسلسلات أكيد وحتى الترتيب لم يتغير، ولكن جميع المسلسلات عرفت تراجع في الريتنج وفي جميع الفئات تقريبا، خصوصا مسلسل جبل القلب. نعم ما زال في الرتبة الأولى، ولكن تراجع بأكثر من 1.07 في التوتال وأكثر من 1.41 في فئة الاي بي سي 1. طبعا المسلسل يعرض على قناة حكومية وهو يعني تقريبا غير خاضع للريتنج، ومرة أخرى الريتنج اللي حصل عليه رغم هذا التراجع يعتبر قوي جدا أكيد. عموما هذه الحلقة حصلت على 6.93 و 5.65 في فئة الاي بي أو نسبة مشاهدة الإعلانات. ثم الرتبة الثانية كانت لصالح مسلسل دين الروح، الحلقة 12 اللي أيضا عرف تراجع في جميع الفئات. ما زالت فئة الاي بي تعتبر ضعيفة جدا لدى هذا المسلسل، وقد تكون السبب في إنهائه بوقت يعني في وقت مبكر، وأكيد هذا المسلسل لن يتم تجديده لموسم آخر إلا في حال ارتفع بشكل يعني خرافي أو يعني حدثت معجزة ما وحصل على ريتنج عالي خصوصا في هذه الفئة. عموما الحلقة 12 حصلت هذا الأسبوع على 4.52 و 2.87 في فئة الاي بي. أما الرتبة الثالثة والأخيرة فقد كانت لصالح مسلسل السوق برتبته أو عفوا بحلقته الثالثة. هو المسلسل الوحيد اللي عرف ارتفاع من أي نوع، حيث أنه ارتفع ب 0.29 في فئة الاي بي أو نسبة مشاهدة الإعلانات، ولكن انخفض في باقي الفئات، وحصلت هذه الحلقة على 4.21 و 3.70 في فئة الاي بي. باختصار يعني هذا هو ريتنج مسلسلات يوم أمس. أما بالنسبة للمسلسلات التي ستعرض هذا المساء في تركيا فكالعادة لنا موعد مع 4 مسلسلات أسبوعية. الأول طبعا هو مسلسل زهور الثلج، الحلقة 6 على قناة اي تي في. الحلقة 9 مسلسل عائلة شاكر باشا على قناة ناو تي في. ثم الحلقة 23 من مسلسل العبقري على قناة شو تي في. وطبعا الحلقة الجديدة من مسلسل المنظمة على قناة تي ار تي 1. وباختصار كان هذا فيديو الريتنج وفيديو مسلسلات هذا المساء. شاركونا آرائكم، أكيد توقعاتكم لريتنج المسلسلات يعني التي ستعرض الليلة، وأكيد خلوا لايك الفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديدنا. أشكركم على المشاهدة وأشوفكم فيديو جديد. إلى اللقاء.